السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة على قناتكم الكرة الحلوة. النهارده على ماتش الأهلي وبيراميدز في الجولة 11 من دوري العام ممتاز. دي بيسموها قمة الجولة، يعني أهم ماتش في الأسبوع. الماتش كان مهم جدا بالنسبة للفرقتين. الأهلي دخل المباراة برصيد 24 بونت، في مركز تاني فرق دافع عن الزمالك اللي لعب قبلها وخسر من أسوان في أسوان 2-1. الناحية التانية بيراميدز دخل المباراة في المركز الرابع 21 بونت. الماتش كان مهم للفرقتين. الاهلي داخل المباراه بعد تعادلين مخيبين للامال. الحقيقه اثار شك حوالين الفريق. تعادل بشكل سيء جدا امام سموحه، ماتش 90 دقيقه مفيش ولا فرصه. عمل ماتش كويس قدام سيراميكا لكن تعادل بضربه جزاء مع انه لعب ماتش كويس واهدر فرص. فابتدى بقى في شك حوالين الفريق مش قادر يسجل. التعادلين ورا بعض، 3 تعادلات في 4 ماتشات. بقى في ضغط على الجهاز الفني، في ضغط على اللعيبه. فالحقيقه الفريق داخل المباراه، يعني ماتش بيراميدز ماتش صعب جدا. بيراميدز الفرقه القويه اللي صعدت بقوه. ماتش دايما بتلعب قدام لعيبه منتشره كويسه، فالفريق مطالب بالمكسب قدام فريق قوي جدا. الناحيه الثانيه فريق بيراميدز الحقيقه الفريق استثمر في فلوس كتيره جدا، جاب لعيبه كتيره جدا، لعيبه كويسه، لعيبه مميزه، بس النتائج مش على المستوى. فريق افضل انجاز ليه ان هو وصل نهائي الكونفدراليه الافريقيه، ووصل نهائي الكاس، واستفاد تاني الدوري. الحقيقه ما خدش ولا بطوله لحد دلوقتي. فريق الحقيقه بعد الانفاق الكبير جدا ده عايز يعمل اي نتيجه، يعني يثبت ان الفلوس دفعت في حاجه. دخل المباراه 21 بونت، عايز يكسب يبقى 24، يتساوي مع الاهلي ويتساوي مع الزمالك ويخش في منافسه تاني. الحقيقه فالفريق داخل المباراه بدافع كبيره. الناحيه الثانيه الاهلي داخل ما قدرش على ان هو يكسب عشان يزعل ثقه الجمهور والاداره. فالماتش كان صعب قبل ما يبتدي. الحقيقه المباراه كانت مباراه يعني صراع فكري بين الاثنين مدربين. كولر مدرب الاهلي، وتاكيز جونياس مدرب بيراميدز. تاكيز جونياس ليه اسلوب بيلعب بيه على طول، اسلوب الاستحواذ ايام ما كان في وادي دجله. بس هل الاسلوب ده كان ينفع وادي دجله؟ انك ما بتلعبش على بطوله، بتلعب انك تقعد في الدوري وتاخد يعني مركز امن زي ما بقول لك. انت بيراميدز مطالب باللعيبه الكبيره جدا اللي عندك انك تعمل واداء هجومي وتكسب. فالراجل ابتدى المباراه النهارده زي ما بقول ماكسيموم ريسك 4-1 4-1. لعب بمخاطره كبيره جدا، لعب برباعي دفاعي امامهم توريه. لاكو توريه كساحر الغام، لعيب بخطوط كبير جدا. الافواري قدامهم رباعي هجومي قدام راس حربه. يعني الدافع زي ما بيقولوا بكل الاوراق الهجوميه. يعني انت بتلعب بخماسي هجومي، بتلعب عبد الله السعيد، بتلعب باسلام عيسى، برمان صبحي، مصطفى فتحي، قدامهم فخر اللقاي. يعني واضح ان النوايا الهجوميه واضحه من التشكيل. تلعب على المكسب عشان تخش، يعني ايه، طرحك بركب القمه زي ما بيقولوا. ريحه تانية لعب بنفس الطريقه 4-2-3-1. احنا قلنا لما الفريق الكبير ما بيغيرش طريقه لعبه، بغير في المراكز او في الوظائف. النهارده الاهلي لعب 4-2-3-1 نفس اللعب، بس ما لعبهاش بالشكل الهجومي اللي هو الطبيعي اللي بيلعب بيها على طول. لان بلاعب فريق قوي جدا قدامي، فريق يعني مكتمل العناصر، عنده لعيبه كتير، مفاتيح لعيبه كتير، عنده بدله على يعني دكه كبيره جدا برضه. فما اقدرش اعمل ماتش مفتوح قدام بيراميدز. يعني الماتش اللي فات في اخر ماتش في الدور الثاني، بيراميدز ساوي استحواذ الاهلي وكسب 2-0. الاهلي مش ولا فرصه من طول الماتش. النهارده الاهلي لعب بطريقه محمد علي، اللي هو يدور كالفراشه والدخ النحله. الاهلي لعب النهارده دفاع، الفريق كله تحت الكوره. الرباعي الهجومي اللي هم الثلاثه الخط الوسط، قدامهم شادي حسين. فحاله بيلعبوا تحت الكوره دي ما شفناش كتير السنه في الاهلي، ان الفريق كله مجرد الكوره بيرتد نص ملعبه، بيلعب من عند نص ملعب بالظبط لحد في منطقه جزائه. فقافل المساحات. ليه قافل المساحات؟ لان فريق بيراميدز عنده مفاتيح هجوميه كتيره جدا. يعني هي دي ميزه في نفس الوقت. انت عندك لعيب مصطفى فتحي، لعيب عالي جدا جدا، جابها لوحده. معاك اسلام عيسى، لعيب مهاري وسريع، ايام ما كان في المصري، ولما جه بيراميدز لعيب مهم جدا جدا. عندنا رمضان صبحي معروف طبعا، عندنا عبد الله السعيد كبر في السن، لكن حاجه لمساته مؤثره. فخر اللقاي لعيب متحرك، ما بيهمتش، بيتحرك دايما جوه منطقه الجزاء، بيتعب اي فريق. فانت لو انت اديت الناس دي مساحات اكيد هتخسر. الاهلي كان في حاله الهجوم بيهاجم كوحده، كره مجرد ما تقطع الفريق كله بيرد.
كله بيرد بلا استثناء. ال10 تحت الكوره، شادي حسين تحت اساس الوسط، كريم فؤاد، برونو قفشه، تحتهم الاثنين الفراد السوليه وديانج، امام رباعي دفاع. هتعلم معلول حزن ان هو ما تقدمش كتير الماتش ده على غير عادته، كان ملتزم دفاعيا. هاني ممكن هو اللي زاد شويه. الفريق لعب، ده الاسلوب اللي لعب بيه بيراميدز في ماتش زي ده. فريق مندفع هجوميا، بيلعب بكثافه هجوميه عاليه جدا جدا. لو هسيب لهم مساحات انا هعاني، ان الفريق عنده حلول. فكان الحل ان انا اضيق المساحات عليهم، ما ادوش اي مساحه. وده شفناه. يعني احنا بنتكلم عن، لو اتكلم عن الشوط الاول الاستحواذ لميراميدز تمام، لكن الاهلي عنده 3 فرص مؤكده لشادي حسين، ضيع 3 فرص مؤكده، وعنده هدف عمرو السوليه في الدقيقه 20، تسديده صاروخيه بره منطقه الجزاء، يوصل على احمد الشناوي. الكره قويه، بس حاسس ان هو كان واقف سرحان، يعني رد فعله متاخر. يعني هو ايه، يعني بعد ما الكره عدت ابتدى يتحرك، رد فعله متاخر جدا. انت الشوط بقى الاهلي 1-0. الناحيه الثانيه بيراميدز برغم الاستحواذ والسيطره والكلام ده كله، فرصه واحده بس لعلي جبر في حلق المرمى، هي فرصه يعني كانت سهله جدا. الكره اتلعبت عبد الله السعيد محمد حمدي، لعب ردها براسه عرضيه في حلق المرمى لعلي جبر. الحقيقه هو انا الكره دي ما كانش عايزها جوه، كان عايز توجيه. ان هو علي جبر لعيب طويل، فالمفروض الكره زي ما بقول هو اللي يبقى فوق الكره، يركب الكره، ما ياخدهاش من تحت لفوق. المفروض يبقى من فوق وجهها بس تجاه المرمى. هو خدها غلط، فالكره طلعت اعلى المرمى. كانت اخطر فرصه تقريبا في مباراه نادي بيراميدز. انتهى الشوط الاول 1-0 نادي الاهلي. حق نادي بيراميدز متوقع ان هو هيندفع هجوميا. ده برده لازم نشيب كولر ان هو سحب شادي غير موافق، ولازم محمد شريف لعب مساحات وسرعات. فهو الراجل لعب على دي، ان انا هسيب الاستحواذ لبيراميدز. عشان كده قلنا مباراه كده ما بتناسب الاستحواذ لبيراميدز، لكن في نفس الوقت بلا خطوره. انا مقفل كويس جدا جدا جدا، بهاجم زي ما بيقولوا لدغات. انا مش بهاجم هجوم منظم، لا انا بهاجم هجمات سريعه هجمات سريعه هجمات سريعه. محمد هاني النهارده كان من نجوم المباراه، عمل مباراه ممتازه. يعني انتقدته كتير، لكن عمل النهارده مباراه ممتازه. مره ثانيه على التوالي. المره الثانيه ماتش كان كويس، النهارده كان افضل بكتير. عمل كل حاجه في الكوره، هاجم دافع، قفل جبهته، كان بيلعب عليه لعيبه تقال، كان بيلعب عليها رمضان صبحي وعبد الله سعيد، قفل الجبهه تماما، عمل شغل كويس جدا جدا طبعا معاهم زمايله. النهارده حسين الشحات نزل كان كريم فتحي الشوط الاول، قد مباراه رائعه. ده حسين الشحات كان في مصر مقصه، مساحات، سرعه، انطلاقات، فاتح حجابها دايما، بيسحب فريقه، بيوصل للجون، بيشوط، بيصنع. عمل شوط ممتاز. فالاهلي ساب الاستحواذ لبيراميدز اللي بلا فعاليه تقريبا الشوط الثاني، ولا فرصه لبيراميدز تقريبا غير كره كريم حافظ في اخر 10 دقائق. في المقابل لعب على اللدغات، قدر يوصل للجون بهجمات مركزه، حصل تهمنا على كورنر، احرز منها عمرو السوليه الهدف الثاني ليه، وثاني نادي الاهلي. هنتكلم على الجون، عشان بس عايز اتكلم في حاجه على الجون. الاهلي جاله اكتر من كورنر، حوالي 9 كورنرات، 8 كورنرات قبلها، كلهم بيلعبوا بنفس الطريقه. علي معلول بيلفها الزاويه القريبه، بحيث ان الكره بتيجي سويرف، اللعيب بيجي كده بياخدها بيلطشها في الجون. يعني اكبر مثال على ده كره عمرو السوليه في ماتش في نهائي افريقيا امام الزمالك، اللي هو بيلفها وثاني بيجي بياخدها على المراد بيلطشها في اتجاه الجون. فخلاص بيراميدز تنبه لده، فبيخلي 2 طوال دايما على القائم القريب، بحيث ان الكره ما بتعديش، الكره بترفع، فبيطلعوها من القائم القريب. هنا ده ذكاء مدرب، ان اللي راح حسين الشحات هو لعيب ايمن مش اشول، فما ما لعبهاش بالطريقه دي على القائم القريب، ده هو لعبها الكوره ساقطه على نقطه منطقه الجزاء، دي بتبقى صعبه جدا على الدفاع وعلى حارس المرمى. الكوره بعيد عنه، فهو يطلع ولا يقف، فبيبقى متردد. نفس الوقت الكوره دي هي ميزتها في ايه؟ ان اللعيب لو جاي مدافع من ورا واخد تكوف صح، بيوقف اتجاه الجون مفتوح بالنسبه له. ده اللي شفناه في الهدف، ان عمرو السوليه جاي من وضع الحركه، فقدر ياخد الخطوتين وياخد تيك اوف ويوجهها في الزاويه البعيده. صعبه انها مش الجون ده، لا الكوره صعبه، الكوره هو واخدها من اعلى نقطه راح باقصى الزاويه. فهدف برضه في ذكاء، ان انا غيرت اسلوب لعب الكورنر. برضه كلمه عن حاجه في الهدف الاول، برضه معلش انا اسف. الهدف الاول لو شفنا يا جماعه الاهلي عمل ايه؟ عمل تجميع للكوره، وطلع تنقل الكوره من الشمال للوسط لليمين، رجعت تاني من اليمين للوسط للشمال، بعد كده علي معلول لعبها للسوليه اللي واقف في المساحه الفاضيه، السداده بدون اي رقابه. طبعا في خط مش ناوي كره قويه، بس شناوي خاطر. بس هلاحظ حاجه، ان مفيش ضغط على السوليه. ليه؟ لان بيراميدز بيلعب بديفندر واحد اللي هو توريه، فالراجل انا مش هغطي عرض الملعب كله. فانت الاهلي لعب على دي،
ان انت بتلعب بفندر واحد، فلما الكره تناقلت بالكره بالعرض ووصل عمرو سليف في مكان مؤثر جدا وفاضي، هلاحظ ان محاوله التاكلينج عليه بيحاول يعملها عبد الله السعيد، اللي هو طبعا 37 سنه ومش 32، فعنصر اللياقه مش في صالحه ومش مكانه، فحتى راح متاخر يعني بيحاول اللي هو ميد رجله ان هو ايه زي ما بيقولوا تأييد واجب، راحت هدف. هدف اللي ده كان في الاول النادي الاهلي. الهدف الثاني قلنا جاب مسابقه رئاسيه، الحقيقه المباراه اتحولت لمحاولات عشوائيه من بيراميدز اللي غير الرباعي الهجوم كله تقريبا، ما فضلش بس غير رمضان صبحي، لان خلاص الفريق بيحاول يعمل كل حاجه بس مش قادر. الفريق الاهلي واقف صح، متمركز صح، واقف تحت الكوره، قافل كل المساحات، سايب لك الاستحواذ في وسط الملعب. مجرد ما بتقرب من يعني اخر 30 يارده خلاص في بلوك قوي جدا، ديانج عمل ماتش كبير جدا برده، السوليه رجع ده المعتاد، فخلاص انا بوجهك انك تمشي كرة بالعرض، وفي الاخر هتضطر تعمل حاجتين، يا اما تلعب كرة بالونه انا هتعامل معاها بسهوله، لا اما هتحاول شوط من مسافات بعيده جدا مش اماكن مؤثره فهتروح سهله لحارس المرمى، لا اما هتباصي غلط. والنهارده انا عارف ان نسبه الميس بس عند بيراميدز عاليه، هو بيوصل يجي عندهم الجزاء خلاص الكره بتتقطع، والاهلي ابتدى يعتمد على السرعه، وصل جون كتير، كان ممكن يسجل النهارده 5 اجوان، كان في كوره فيها تسرع، فيها كوره فيها ان هي في اللمسه الاخيره. حسين شحات ربنا كرمه ترجم اداؤه ممتاز في بهدف ثالث، هدف عكس حال احمد سامي، بس تحسب الانطلاق على حسين شحات، راجل فاتح الشارع في الجبهه اليمين، انطلق بسرعته، عايز يلعب عرضيه لمحمد شريف، احمد سامي حاول يقطع العرضيه، الكره غلط جايه ودخل الصوت طبعا باد لك لاحمد الشناوي ودخل في المرمى، هدف النادي الاهلي. نتيجه 3-0. النتيجه لو انا واحد جه قال لي مثلا الماتش 3-0 فانا هفترض الاهلي كان ضاغط ومسيطر ومستحوذ وعامل كل حاجه في الكوره، وكان زي ما بيقولوا مقطع بيراميدز، لكن الكوره يا جماعه الكوره بتلعب بالعقل قبل الرجل، لازم انا اشوف الفريق قدامي بيلعب ازاي والعب الاسلوب الانسب ليا مش ليه. انا بشوف مركز قوتي وبشوف نقاط في الخصم، فالنهارده الراجل ايه تفوق فنيا وتكتيكيا على مدرب بيراميدز تركيز ونياس، هنا كولر حاجه تحسب له، الراجل قدر ازاي ياخد ماتش اللي هو عايزه ويفرض على بيراميدز ده اللي هو عايزه، وفي الاخر يطلع كسبان 3-0، كان ممكن يطلع كسبان 1 او 2 بس طبعا 3 دي نتيجه تقيله بالنسبه للمنافس. حقق فوز مهم جدا للنادي الاهلي، مهم جدا 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 لاكثر من سبب. انفراد مستمر 27 بونت منفرد، فرق بين المركز الثاني الزمالك 3 بونت، فريق بيراميدز فريق منافس مش بعته، بيراميدز بقى 21 فبيني وبينه 6 بونت، فبعته يعني ايه زي ما بيقولوا زقته لورا، بعته عن المنافسه خلاص، فانا دلوقتي عندي اريحيه شويه. فريق فيوتشر لعب النهارده وتعادل، كان عنده 22 بونت، كان ممكن يبقى 25 بقى 23 في المركز الثالث. كنادي اهلي بعد تعادلين عملوا اداء تدميري بكسب، فبستعيد ثقه تمام، بسجل 3 اهداف، كان عندي مشكله في التهديف، فبتديني الثقه ان انا ممكن ان انا ابقى اوصل واسجل لعيبه يبقى فيه ثقه، بدي رساله للفرقه الثانيه ان انا على القمه وان انا واقف على رجليا. لما تعادل الماتش ب 2 في 3 فانا الفرقه يعني ايه اللي قدامي طلب، طب ما اللي قبل تعادل او كسب، يعني الاهلي بالصعب للدرجات، ما سموحه تعادل، ما البنك الاهلي تعادل، ما سيراميكا تعادل، لكن لما اكسب بدي رساله للفرقه الثانيه ان انا جاي اكسب، يعني حتى فرقه المنازل متخوفه منك، استعاد ثقه للفرقه كلها، كان عندي يعني الدنيا هيك زي ما بيقولوا في النادي الاهلي، فالحقيقه مكسب يعني زي ما بيقولوا مكسب كبير في وقته، ليه يعني محلي سلسله مكاسب سفريه كويسه جدا. الحقيقه الخساره الوحيده اصابتين بس لمحمد عبد المنعم، مش خفيفه، وكريم فؤاد، طبعا انت بتلعب منتشره متلاحقه فوارد ان اللعيبه تصاب من عندك، فلازم يبقى السكواد عندك كبير. فوز كبير جدا للنادي الاهلي، الف مبروك النادي الاهلي، الفوز في قمه الجوله 11، اتمنى لو تحليل عجبكم تعملوا اشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.